بص انا برشلوني من وانا عندي 8 سنين تقريبا، من ايام كنت بتفرج على رونالدينيو مع برشلونه. عشت طول المده دي زعل وفرح وسيناريوهات غريبه مع النادي، بس اليوم ده دايما مختلف بالنسبه لي. ليله الريمونتادا اللي ناس كتير بتعتبرها هي اعظم ريمونتادا في التاريخ، وانا قاعد مستني الماتش ده عقلي كان بيقول مستحيل. بس فريق لويس انريكي علمني اني ما افقدش الامل. انا كنت متاكد ان احنا هنعمل احسن ماتش للفرقه من كذا سنه، بس ان احنا نصعد الموضوع كان صعب. تلعب فرقه هجومها من كافاني ودي ماريا، فان هم ما يجيبوش فيك جوان موضوع صعب. بس فعلا اللي كنت حاسه حصل. كان بطل الماتش دون برازيلي ساحر من ارض البرازيل، نيمار. ما كانش ميسي ولا انيستا ولا حتى سواريز، مع ان الثلاثه دول عملوا ماتش كويس جدا، بس نيمار هو كان بطل الليله دي. الذهاب في باريس كان كله احباط، خسرنا 4-0، كل كره بتشوط عليك كانت بتخش جون. حظ باريس كان عالي جدا، دي ماريا اللي عمره ما جاب فاول في حياته يجيب اول فاول فيك، فكل حاجه كانت بتقول ان ده اخر ماتش للويس انريكي مع برشلونه. بس الجماهير كلها، واللي انا متاكد ان انت واحد منهم، كنت حاسس ان احنا هنقدر نرجع. فتحت التلفزيون والماتش بدا على طول في الدقيقه الثالثه، ومن غير اي كلام سواريز يجيب اول جون. الملعب كله اتقلب، بس لسه ده اول جون، لسه في مشوار طويل. بعديها في منطقه ال18 بتاعت باريس الكره تفضل تخبط لحد ما تروح من انيستا تخبط في كورزاوا وتدخل جون، ويبقى كده 2-0. الشوط الاول خلص وكده، بس احنا محتاجين جونين عشان نتعادل و3 عشان نتأهل وما يجيش فيك ولا جول. بعديها بشويه نيمار يدخل منطقه الجزاء ويجيب ضربه جزاء لبرشلونه عشان تيجي جول ويبقى 3-0، وكده خلاص باقي جون واحد للتعادل. لكن مش كل حاجه بتمشي زي ما الواحد بيعوز. كوره بتيجي لكافاني وبيشوطها وبيجيب جول، ويرجعوا ويصعبوا الموضوع على برشلونه. وقتها وانا بتفرج كنت فقدت الامل ان الموضوع بقى صعب، وقتها الجون على الارض كان ب2، انت كده محتاج جونين كمان عشان ترجع في الماتش ولازم تكسب، مفيش تعادل. الجماهير كلها حست اللي انا كنت حاسه، خلاص الموضوع بقى صعب جدا. بعد ما كان فاضل لنا جون واحد ونتعادل الموضوع بقى صعب، فقدت الامل. بيه على نص الملعب كانه بيقول للعيبه كده احنا مش هنكسب بس، لا لا احنا هنصعد. بعديها بدقيقتين بيجي لنا ضربه جزاء تاني بعد ذكاء من سواريز، بس كله توقع ان ميسي هو اللي هيشوطها. طبيعي احسن منافس في الفرقه وهو اكتر واحد واثق من نفسه وهيخش يجيبها جول، لكن بنلاقي ان نيمار هو اللي خد الكوره ودخل عشان يشوطها. كان نيمار بيقول كده المعجزه دي بتاعتي انا، بيخش وبيشوط الكوره وبيشوطها بثقه كبيره. نيمار الماتش ده ما كانش عادي. بعد الجون ده النتيجه بقت 5-1، فاضل لنا جون واحد بس عشان نصعد وباقي وقت قليل جدا. الجماهير في المدرجات من كتر الفرحه كانوا هينزلوا الملعب، خلاص باقي جون واحد بس برشلونه تتاهل. بس خلي بالك الجون ده مش هيبقى سهل، باريس هترجع تدافع، بس اللعيبه الامل عندها زاد والجماهير برضك الامل عندها زاد، لحد ما بيجي فاول وحتى تير شتيجن بيروح يخش منطقه ال18 بتاعت باريس. كل لعيبه برشلونه عايز تكسب، كلهم عايزين يتاهلوا من الماتش ده، ونيمار من فاول بيرفع الكره لجوه المنطقه بس بترجع تاني، وبياخد الكره نيمار وبيطلع بيها لقدام شويه عشان يهوش انه يرفعها بيمينه قط اللعيب ويرفعها بشماله لجوه منطقه الجزاء. الكره وانت بتبص عليها تحس انها مش هتروح لحد، نيمار وبشماله وفي الاغلب هتروح للحارس على طول، لحد ما تلاقي من العدم بيطلع سيرجيو روبرتو ويسجل هدف التاريخ وتدخل جول. في اللحظه دي حسيت ان انا بحلم. من ساعتين بس كنت بقول يا رب نكسب وما نخسرش بفضيحه تانية، لكن احنا دلوقتي صعدنا بريمونتادا تاريخيه. من كتر ما كنتش مصدق عمال اسال نفسي هي دي فعلا داخل الجون؟ هو برشلونه فعلا اتاهلت؟ الحكم صفر والماتش خلص. الناس كلها اتكلمت على الريمونتادا انها معجزه برشلونه، لكن بالنسبه لي انا الريمونتادا دي كان ليها بطل واحد بس. في الاحصائيات نيمار هو اكتر واحد حاول على المرمى غير الجونين اللي هو جابهم، ده غير ان روحه في الماتش ده كانت كفيله انها تخلي برشلونه تعمل ريمونتادا. هو اللي كان بيحمس الجمهور وهو اللي كان بيرجع الحماس لزمايله. نيمار في الماتش ده اثبت فعلا انه واحد من امهر اللعيبه اللي جت في تاريخ الكوره. في لقطات في حياتك كمشجع برشلوني هتفضل محفوره، بس بالنسبه لي ليله الريمونتادا دي هي اكتر واحده، وفي الليله دي خلت نيمار في حته تانية خالص عند كل مشجعين برشلونه. حتى بعد اللي هو عمله ومشي وساب برشلونه ما اعتقدش ان في واحد من جمهور برشلونه بيكره نيمار، مش عشان الاجوان او الاسيستات، لا لا لا، عشان الروح اللي كانت جواه اللي كانت واثقه ان برشلونه هترجع في الماتش. وبس يا كتالوني، هو ده كان فيديو النهارده. عايزك تكتب لي في الكومنتات ايه هو اعظم اداء فردي اللاعب بالنسبه لك، وبس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه. سلام.